من الحاجات المهمة جدا في العزل المائي لحوائط البدرومات ان احنا لو عندنا رفرفة في الخرسانة العادية عن الخرسانة المسلحة، ورفرفة في الخرسانة المسلحة عن الخرسانة العادية، او احدهما، لازم تعمل رقبة ازازة زي ما احنا عاملينها كده بين الفاصل بين اللبشة العادية والقواعد او اللبشة المسلحة، وبين اللبشة المسلحة وبين حائط الخرسانة للبدروم. لان لو ما عملتش كده حتما هيحصل عندك تسريب مية من الفاصل بين العادية والمسلحة او الفاصل بين المسلحة والحيطة الخرسانة. رقبة الازاز علشان تتعمل صح لازم يكون تحتها طرطشة، وده اللي احنا عملناه في الموقع ده. والطرطشة طبعا الافضل تتعالج يومين بالرش بالمية، وبعد كده تشتغل في رقبة الازازة. احسن صنايعي يعمل لك رقبة الازازة هو صنايعي المحارة، لانه هو شغال في المونة على طول. هو هيقدر يظبط الخلطة بتاعته، في نفس الوقت هيقدر يدرعها لك لو انت عايزها دراع، يقدر يمسها لك، هيسلمها لك زي ما انت عايز بالظبط. صناعية العزل برضو ممتازة في رقبة الازازة، ولكن انا بفضل صنايعي المحارة هو اللي يعمل لي رقبة الازازة. ابعاد قطعة الارض دي 11 في 12 ونص. صنايعي محارة مع مساعد عملوا لي رقبة الازازة في الشغل كله. ففي خلال يومية واحدة بس عملنا كل الشغل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان خلصنا الساعة 1 الظهر، يعني يعتبر شغل نص يوم. شغل نص يوم، تكلفة بسيطة جدا ولكن مهمة جدا جدا في العزل المائي. لو عملت عزل مائي بأفضل أنواع العزل وما عملتش رقبة الإزازة أو عملتها غلط هتبوظ كل شغل العزل اللي انت عملته. ولو في تسريبات مية حصلت هتلاقي دايما البدروم عندك غرقان مية. فنصيحتي ليك، عملت بدروم لازم تعمل عزل مائي، عملت عزل مائي لازم تعمل رقبة ازازة، عملت رقبة ازازة لازم تعملها صح. مهم جدا رقبة الازازة تكون معمولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جايب على الاقل 15 سنتي في الارض، 15 سنتي في الحيطة، ما يكونش فيها اي شروخ او تنسيم زي ما انتوا شايفين كده، وتكون ناعمة بحيث ان هي تدهن بالعزل والفرشة تمشي عليها بدون اي مشكلة. وطبعا لازم تكون الارض تحتها نظيفة علشان ما تفصلش بعد كده. افضل نوع عزل لحوائط البدروم هو العزل الاسمنتي، وفي ناس بتسميه العزل الكيميائي.